سفارة تونس في القاهرة أعلنت خبر مهم للمصريين، وهو إنه من يوم 15 يناير هيبقى فيه تسهيلات جديدة لاستخراج تأشيرة دخول تونس مباشرة من على المنافذ الحدودية، بس طبعا بشروط وضوابط محددة. القرار ده مش شامل كل الناس، لكنه موجه لفئات معينة زي الباحثين، أساتذة الجامعات، الدكاترة، وكبار موظفي الدولة اللي درجتهم الوظيفية مدير أو أعلى، بشرط إن المهنة تكون مكتوبة في جواز السفر ومعاها شهادة عمل تتقدم وقت الوصول. كمان القرار بيشمل عائلات الزواج المختلطة من تونس لمصر، وتحديدا الزوج أو الزوجة والأولاد، بشرط تقديم ما يثبت الزواج من مواطن أو مواطنة تونسية. وبالنسبة للمجموعات السياحية اللي عددها أكتر من 10 أشخاص، لازم يتم اختيار الجهات الأمنية التونسية مسبقا بقوائم الأسماء مع أوراق كاملة زي حجز فندق مدفوع، تذاكر الرجوع، برنامج رحلة مفصل، وجوازات سارية. والموافقة الأمنية بتطلع عن طريق شركات سياحية تونسية معتمدة. خطوة جديدة بتسهل السفر وبتفتح الباب لناس كتير.